السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الكرام، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى مغبون أي خاسر، أي غير رابح، والواقع يشهد بهذا. الواقع يشهد فعلا أن كثيرا من الناس لا يعلم قيمة الصحة ولا يعلم قيمة الفراغ والوقت والحياة، فيضيع صحته للأسف في معصية الله جل وعلا، يضيع صحته في البعد عن الله جل وعلا، ويضيع أوقاته فيما لا ينفع للأسف الشديد. الله جل وعلا منحنا نعما كثيرة، منها الصحة ومنها الحياة، الوقت. فاستغلوا صحتكم فيما يرضي الله جل وعلا. لا تضيع صحتك في المعاصي. المعاصي والذنوب والكبائر تذهب بركة الصحة والعافية، فهي شؤم على أصحابها. فمن آثار المعاصي والذنوب والكبائر أن تذهب بركة الصحة للأسف الشديد. وكذلك الوقت من آثار المعاصي والذنوب والكبائر أن يضيع الوقت وأن تضيع البركة من الوقت. فابتعد عن كل هذه الآثام التي تضيع عليك صحتك ووقتك، وكن مستغلا لشبابك قبل هرمك، ولوقتك قبل انشغالك، ولصحتك قبل مرضك. نعم أيها الكرام، لا تضيعوا أوقاتكم فيما لا ينفع، لا تضيعوا أوقاتكم فيما لا ينفع، بل استغلوا أوقاتكم في خيري الدنيا والآخرة. لا تضيع وقتك في غيبة المسلمين، لا تضيع وقتك في الكذب على الناس، لا تضيع وقتك في الجلوس على الطرقات والنواصي بلا فائدة، لا تضيع وقتك في معصية الله، بل استغل هذا الوقت النافع واستثمره في طاعة الله جل وعلا، في الإحسان إلى الناس، في السعي في الصلح بين المسلمين، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله جل وعلا، في حفظ القرآن. كن مستغلا لأوقاتك. وكذا الصحة، لا تضيعها في معصية الله جل وعلا. والله هذه النعمة، نعمة الصحة ونعمة الوقت، من أعظم وأجل النعم التي من الله جل وعلا بها علينا. تلك هي رسالتي. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.